هذا في هذا الحوض الذي ترونه الآن، نعم، دفن صحابي من كبار الصحابة، دفن صحابي من كبار الصحابة، مقامه في مكة في المهاجرين، نعم، مقامه في الأنصار في المدينة كمقام أبي بكر في المهاجرين. الله أكبر. تصوروا درجته؟ أبو بكر في رقم واحد مثله في مكة، هذا رقم واحد في المدينة. هذا حينما دخل الإسلام جاء إلى عشيرته قال لهم: نساؤكم وأولادكم علي حرام حتى تتبعوا محمدا. فأسلم 10,000 رجل وعمره 25 سنة. اسمه الذي اهتز عرش الرحمن حينما انتقل إلى الله، سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. هنا دفن سعد بن معاذ الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم ببني قريظة، لذكرنا قصته في الساحة من قبل قليل. قال النبي: أين سعد؟ قال: يصاب جرحا برجله. قال: نادوه. فنودي سيدنا سعد وهو يتهادى بين اثنين والجرح فيه. قال: يا سعد احكم فيهم. قال: يا رسول الله أحكم فيهم وأنت رسول الله؟ قال: إن وحيا نزل علي يأمرني أن تحكم بهم أنت. قال: يا رسول الله يقتل رجالهم، تسبى ذراريهم، تقسم أموالهم. فتغير وجه النبي قال: هذا حكمك وحكم الله من فوق 7 سماوات. هذا سيدنا سعد بن معاذ دفنه النبي بيده عليه الصلاة والسلام بعد أن حكم بهم رضي الله عنه وأرضاه. رجع فانتفخت رجله قال: إلهي افجرها واجعل موتي فيها. عند ذلك فخرج عليه الصلاة والسلام ليشهد جنازته، ودفنه النبي بيده وواراه التراب لسيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وكان هناك صحابيات كما يذكر ابن كثير في السيرة وغيره يجلسن، وأم سعد أنصارية كانت على الطرف من هذا الطرف البقيع الشريف تنتظر حال ما بها. النبي لما دفن سعد انفجر النبي بالدموع. نعم. فقال: أين أم سعد؟ بعد أن دفنه رأى أم سعد تبكي. قال: يا أم سعد ليرقى دمعك وليذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن. هذا سعد بن معاذ قال عنه أهل السير: أبو بكر في المهاجرين وسعد في الأنصار رضي الله عنه وارضاه. هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يرينك الله منا يوم بدر ما تقر به عينك رضي الله عنه. حب الصحابة إيمان، نعم، وعداوتهم كفر، فمحبتهم من محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ونحن نزور البقيع الشريف لكي نتأمل أن الله يزيدنا حبا في الآخرة وزهدا في الدنيا. عمروا لنا هذا التاريخ المجيد العظيم بتضحيتهم وفدائهم وجهدهم، حتى أن الله عز وجل قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا مقامهم يا أحبابي الكرام. نحبهم جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، كما أن لا نفرق بين أحد من الأنبياء عليهم السلام. ونحن عندما نزورهم نستحضر ما قدموا من فداء وتضحية حتى نرجع إلى بلادنا إن شاء الله. نجتهد أن نكون بعد الحج خيرا من قبل الحج، لكي نحمل جهدهم في أموالهم في سبيل الله، نحمل جهدهم في الدعوة إلى الله، نحمل جهدهم في حب سيدنا محمد رسول الله الذي قدموا إليه كل شيء حتى قدموه بين أموالهم وأنفسهم رضي الله عنهم وارضاهم. هذا هو الحال الذي من أجله نأتي إلى المدينة المنورة، من أجل أن نرى سيرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. النبي أحبه كل شيء. هذا أحد في صحيح البخاري، انظروا إليه 7 كيلومتر. هذا أحد. يقول عليه الصلاة والسلام عندما رجع النبي من تبوك فظهرت إليه طابة ورأى أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه صلى الله عليه وسلم. حتى رقى عليه في صحيح مسلم مع بكر وعمر وعثمان. عندما ذلك فاهتز أحد فرحا بهؤلاء الزوار رضي الله عن صحابة الحبيب. بدأ أحد يهتز فرحا، جاءك الضيوف تفرح فيهم. نعم. فكيف به هو حبيب رب العالمين عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء. عند ذلك فاستقبله عليه الصلاة والسلام، وأحد بدأ يهتز حتى كاد أن يؤذي الصحابة رضي الله عنهم. بهذا الموقف ضرب النبي أحد برجل، قال: أثبت أحد، عليك نبي وصديق وشهيدان. عند ذلك فثبت أحد بضربة الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ اسم النبهان: لا تلوموا أحدا فأحد محب، وكم هز المحب لقاؤه. نعم. ونحن كذلك نفرح بهذا اللقاء العالي الكريم. الله يجزيكم عنا كل خير إن شاء الله. الله يجمعنا بهمة الصحابة.